الكابتن عصام الحضري هنا كان بيتكلم عن نقطة مهمة جدا، اسمع كده. العرب كلهم لازم نغير الثقافة عندنا. ما فيش عاطفة في كرة القدم، ما فيش حاجة اسمها ان انا رايح اعمل اداء مشرف للكرة العراقية او المصرية او الكرة الاماراتية او اي منتخب على مستوى العرب. الجمهور حتى هو خارج النهارده نفس الاردن كله بيقول لك انا كويس اني اتغلبت 3-3. لسه ما فهمتش الكابتن عصام الحضري كان يقصد ايه، فتعالى اشرح لك اكتر عن الموضوع ده علشان تفهم هي الدنيا ماشيه ازاي والمنتخبات العربيه بتفكر ازاي. لو نتكلم بس عن المنتخبات العربيه، فالمنتخبات العربيه بتلعب بعقليه ان انا رايح البطوله ديت اعمل حاجه واحده بس، حاجه تشرفني، حاجه تشرف البلد بتاعتي، حاجه تشرف المنتخب بتاعي، حاجه تفرح الجماهير اللي رايحه تشجعني. هم بيلعبوا بالعقليه ديت. ليه؟ لان هو شايف ان انا عندي سقف طموح، انا ما اقدرش ان انا اوصل واخد كاس العالم. ليه؟ لا، لان انا شايف ان انا ما عنديش الامكانيات. هم متهيئ لهم كده، متهيئ لهم في دماغهم كده فعلا. بس يا حبيبي خليني هديلك امثله دلوقتي واقعيه وهتعرف تحللها وتكتشف ان احنا نقدر نعمل اللي احنا عايزينه في البطوله ديت. ولو عايزين ناخد كاس العالم ناخد كاس العالم. ركز معايا كويس وما تقلبش الفيديو وركز في الكلام ده، لانه والله ما حد هيقوله لك. زي ما قلت لك المنتخبات العربيه نازله تلعب بهدف ان انا رايح البطوله ديت اعمل حاجه تشرفني. تعالوا بقى اديكم امثله واقعيه من ارض الواقع. رجع معايا 5 أو 6 ايام لورا تحديدا ماتش مصر ونيوزيلندا. الشوط الاول انتوا عارفين اللي حصل، والشوط الثاني عارفين ايه اللي حصل. طبعا كنا بقينا نقول هو الكابتن حسام حسن عمل للاعيبه ايه؟ هو الكابتن حسام حسن ما عملش حاجه. في حاجه في علم النفس اسمها الشخص لما بيتحط في وضع سرفايفر مود خلاص انا ما عنديش اوبشن تاني، يكسب يا هفضل طول عمري بتعاير. في ناس كتيره جايه بتشجعني وفي ناس مستنيه الفوز، فانا لازم اكسب. علشان كده المنتخب المصري فاز 3-1 على المنتخب النيوزيلندي وهكذا. تعال شوف السعوديه اللي خسرانه 4 مع انها نفس السعوديه اللي كسبت الارجنتين في مونديال 2022. كسبت منتخب الارجنتين اللي خد كاس العالم 2022. انتوا متخيلين ليه؟ لان هم رايحين في هدف، في واي. انا عايز اكسب حاجه في البطوله ديت، عايز اكسب حاجه علشان كده. ولكن احنا مشكلتنا ان احنا مش بنفكر في ان احنا عايزين نكسب حاجه، احنا رايحين نفكر ان احنا عايزين نعمل حاجه تشرفنا في البطوله ديت. دكتور ابراهيم الفقي رحمه الله عليه بيقول لك مقوله حلوه، بيقول لك ايه؟ ان البني ادم او الانسان لديه طاقه لا محدوده، لو قدر يستغلها صح هيقدر يعمل حاجات هو عمره ما تخيل ان هو يعملها. تقدر تقول لي ليه لحد دلوقتي المنتخب المغربي بيلعب وبيتنافس مع اقوى المنتخبات في العالم؟ المنتخب المغربي رايح البطوله علشان عايز ياخد البطوله، مش رايح البطوله علشان فقط يعمل حاجه تشرف بلده، لا انا رايح اخد البطوله. علشان كده المنتخب المغربي مونديال قطر 2022 وصل للنصف النهائي في البطوله. هم عندهم لعيبه قويه، ولكن اللعيب مهما كان قوي ما عندوش الواي او ما عندوش الايجو بمعنى اصح ان انا عايز اخد البطوله ديت، وعنده حماس شديد انه ياخد البطوله مش هيلعب. مهما كان اللعيب قوي حماسه ده بيقل. لو شفت جوارديولا لما بيجي يدرب مانشستر سيتي شوف بيعمل ايه، شوف في غرف التدريب بيبقى بيتكلم اللعيبه ازاي. دايما بيقول لهم اكسبوا، دايما بيقول لهم العبوا المباراه ديت على اساس ان هي اخر مباراه. وعلشان كده ده اللي انا بتكلم عنه دايما. اخر كلمه هقولها لك، لازم كمنتخبات عربيه نلعب بهدف ان احنا ناخد البطوله، ومحدش يقول لي انت طالع بتقول كلام وخلاص احنا ما نقدرش. يا حبيبي ما هي اللي ما نقدرش ديت انت ما تعرفش ان انت عندك قدره وقوه تقدر. انت ما تعرفش ان انت عندك قدره لا محدوده تقدر تعمل بيها حاجات كتيره. انت ما تعرفش الحاجات ديت، علشان كده هتفضل مكانك. علشان كده انت رايح هو انا عايز اعمل بس كام حاجه تشرب برد وخلاص. وعشان كده انا متوقع ان مصر قصاد ايران بكره يا اما هتخسر يا اما هتتعادل، علشان هم خلاص اللي كانوا عايزينه يعتبر عملوه كده هيتصنفوا. فعشان كده مش هتلاقيهم هم عايزين يصدروا المجموعه، ولكن ما عندهمش الايجو، ما عندهمش اللي هو الحاجه اللي هتخليهم انا هخش احرق الملعب بس. وكده ده كان شرحي، وده بصراحه تحليلي وشرحي للموقف ده. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لي لايك وتابعني لو حابب. انا اسمي عبد الله والحكم من قناه 3 ماركتنج، والسلام عليكم. باي.